السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جيوات بلادي مع زكريا. اليوم ان شاء الله نشارك معكم بسبوسه كتجي رائعه في المذاق وشكلا روعه ما شاء الله، واكيد اللي ذاقها عندك غادي يقول لك الوصفه ديالها لانها فريمون كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو الاخير تعرفوا الطريقه ديال التحضير ديال هذه البسبوسه اللي كتجي سهله في المقادير ديالها، في الخدمه ديالها كتجي كلها لذيذه ومذاقا وشكلا. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو الاخير، ولا عجبكم تبارطاجيوه ليا مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. ونبداو على بركه الله. المقادير والطريقه ديال التحضير انا تنوجد ونقول لكم المقادير ديالهم. عندي هنايا 2 ديال البيضات، عندي كبيبرين شي شويه كيف ما تشوفوا. دائما الحلوى او اي حاجه كنوجدوها كيك ولا شي حاجه ضروري داك رشه الملح. عندي هنايا كاس ديال سنيده كنطربهم مزيان مع داك 2 ديال البيضات حتى يذوب ليا سنيده، وانا تنضيف المقادير دقه دقه. صافي انا كنطرب وانا كندير هنايا عندي نص كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف. كل ما تندير في المكون كنطرب، كندير غير الطرب اليدوي. كذلك نفس العبار ديال الزيت كندير كذلك الحليب. صافي كندمج الخليط كامل مع بعضياته. هنايا عندي كاس ديال الليمون معصور، معصره عادي يعني غير معصر، كيجي بالطيبه ديال الليمون كيجي رائع ما شاء الله. هنايا عندي 2 ديال المعالق مقبين ديال الكوك، كيجي مع الكوك فتي وفي نفس الوقت داك جوز الهند كيجي بنين بزاف. وعندي هنايا 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 16 غرام. صافي كندمج الخليط مع بعضياته ونضيف السميد ديالي. عندي هنايا 2 ديال الكيسان ديال السميده يكون عندكم معبورين من قبل، 2 كيسان ديال العنبه. صافي وغادي نخلط الخليط ديالي كامل. ها واخا كتشوفوه هنا باقي راه خفيف، راه مازال غادي يتشرب معنا ويتقال. صافي نخليه يرتاح واحد شويه على ما يزيد يتقال. هنا عندي كاس ديال سنيده، غادي نوجد السيرو اللي غنسقي به البسبوسه ديالي. نفس الكاس ديال سنيده كنعبر به، كندير كاس ديال الماء وكندير واحد 4 قشر ديال الحامض ديال الليمون، وكنخليه يغلى معانا حتى يبدا يختار معنا شي شويه يذوب داك السكر حتى نوجدو على شكل سيروم. صافي هنايا من بعد ما خليته كيغلى، انا هي نسيت ما درتش القشور ديال الحامض المحكوك بالحكاكه. هو ماشي مشكل يعني، كان الافضل نديرو في الاول، انا نسيته راه بحال غادي يطلق لنا نفس النكهه، كيجيب داك المذاق ديالو رائع. هنايا وجدت اللاطه ديالي دهنتها بالزيت ورشيت عليها السميد، داك السميد اللي نفسه هو اللي طيبت به اللي موجده به البسبوسه باش ما كيلتصقش معنا. صافي هنايا صافي غنوجدو نديرو في النار في الفران اللي تكون درجه ديال الحراره قليله ما شاء الله، تكون ما بين 180 درجه. الطياب ديال الكيك كيف معتمد عندي كيوجد ليا في نص ساعه كتكون طايبه البسبوسه ديالي. هنا من بعد ما وقف ليا السيروم اللي كنطيب كنزيد عليه كاس ديال العصير اللي كنكون حتى هو معصور عندي، وكنخلي واحد قياس 10 ديال الدقائق ما بين يتجمع ليا داك السيروم مع داك الليمون. وصافي ها هو كنطفي عليه. صافي بركه عليه يعني ما كنخليش يولي سيرو خاطر بزاف، يكون غير شي شويه. صافي هذا هو القوام ديال السيرو ديالي. هنا من بعد ما خرجت البسبوسه ديالي هي طايبه محمرتها من الفوق ومن التحت. السيرو كيف ما كتشوفوا قلت لكم راه ما عاقدش غير شويه، وكنسقيها وهي سخونه الكيكه ديالي. ضروري تكون الكيكه سخونه باش كيتشرب داك السيرو كامل، كتجي في مذاقا وشكلا روعه ما شاء الله. صافي من بعد ما رشيتها كامله سقيتها عفوا كامله،
ماشي ضروري ديري لاطه تكون مستطيله او مربعه او مدوره، اللي كان عندك راه بحال تجي كلهم زوينين. وتا هاد السيرو باش كنسقيوها كتجي مفشفشه وفي نفس الوقت رطبه بزاف. صافي هنايا كان داك جوز الهند ولا الكوكاندي كنرشو عليه كامل، وبما ان راه الكوك عندي لداخل كنرشو من الفوق، وباش تتعرف بانها راه بسبوسه ماشي مسكوته. والمذاق كيجي فيه روعه ما شاء الله بهذا الكوك، كيجي لذيذ بزاف، وداك طيبه البرتقال اللي فيه وداك القشور ديال الحامض حتى هو كيعطي واحد النسمه رائعه ما شاء الله. كنتمنى تجربوا الوصفه. هنايا تحذف ليا الفيديو، انا سجلت ولكن تحذف ليا الطريقه ديال التقطيع ديال البسبوسه ديالي، كنت سجلته ولكن تقطع ليا. كنقطعوهم مرسوات او مربعات كيف ما بغيتي، كيجي رائع. هو التقطيع ديالو هكا بهذه الطريقه كتجي احسن. هذه هي البسبوسه ديالي كيف ما تتشوفوا كتجي رائعه ما شاء الله، شكلا ومذاقا كتجي روعه ما شاء الله. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها بصح كتجي رائعه وفي المذاق ولا اروع، وسهله وكتجي كطيب في الحين، ما كتحتاجيش فيها شي صعوبه. وكنقول لكم بالصحه والراحه، وكنشكر المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني، واللي مازال ما دارليش الاشتراك كنتمنى يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وكنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.